أسعار الأورو في المساء. ماذا يحدث لأسعار الأورو؟ علاش هذا الاختلاف الكبير بين البيع والشراء وحتى بين الولاية إلى أخرى توصل حتى ل20,000؟ تفاصيل جد مهمة. وهل راح يكمل هذا تذبذب متابعينا؟ والناس اللي حابة تشري الآن ولا تخلي من بعد؟ ما من الناس اللي حابة تبيع؟ تفاصيل جد مهمة متابعينا. صلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونعطيكم بإذن الله حتى أسعار الدولار والجنيه الاسترليني. أولا متابعينا ديروا لنا الإعجاب والاشتراك. ولكن بخصوص موضوعنا قبل ما نذكروا متابعينا الأسعار، رانا نشوفوا باللي في بعض الولايات تلقى تخيل الفرق يوصل حتى ل20,000. وهذا الأمر متابعينا طبيعي جدا، خاصة وأنه من يطول مثلا الأورو في كاش سعر معين، يعني واحد البري يدوم به لعده اسابيع ولا لعده اشهر، اعرف باللي عادي جدا احيانا يصراو هذوك التذبذبات. ولكن شفنا في بعض الولايات اللي كان منخفض فيهم ب20 طلع ل20، وكاين بعض الولايات اللي كان طالع فيهم وهبط. وهذا متابعينا يعني باللي اصلا اسعار الاورو ما راحش تبعد على السعر الحالي، تطلع ب 10 5 15 20 تعاود تهبطها، يعني ما راحش يبعد وما راحش يقرب منا. وما زلنا متابعينا عند نفس التوقع. ولا كنشوفوا في الفتره الاخيره اصلا منذ حوالي شهرين وحنا نقولوا باللي توقعات، هي مجرد توقعات، باللي ما راحش يبعد الاورو على السعر هذا، سواء في الارتفاع ولا في الانخفاض. لهذا دائما احسن وقت للبيع والشراء. ما عدا لو كان مثلا ترجع المواجهه بين الامريكان والايرانيين تولي حاجه اخرى نحو الانخفاض. لو كان يمضوا على الاتفاق، خلينا من الهدوء هذا ما راح يغير ولا شيء. ولكن لو كان يمضوا على الاتفاق ثم ممكن تشوف بعض الارتفاعات طفيفه في اسعار الاورو. اما غير ذلك ما كان حتى توجه يعني باش راح يتغير، والله اعلم. اما حاليا 100 اورو، نبداو لكم بالجنيه الاسترليني، راهم يشريو فيه 3 ملايين و70، والبيع 3 ملايين و100. 100 دولار يشريو عليك 2 ملايين و350، والبيع 2 ملايين و370. 100 اورو هنا العجب، كاين في بعض الولايات يشريو عليك حتى 2 ملايين و770، كاين بعض الولايات 2 ملايين و760، كاين حتى اللي يشريو عليك غير ب 2 ملايين و755 50. ولكن البيع راه في معظم الولايات 2 ملايين و780، وفي بعض الولايات حتى ل 85.